السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما كتشاهدوا هادو أعشاب ضارة كاينين في هذا الحوض هذا ديال النعناع والفليوي ومرد الدوش. المهم كاين بزاف ديال، وكاين النعناع حتى العادي. هاد الأعشاب هادو كيضروا دوك الأعشاب الطبيعية اللي كنديرو في أتاي. وانا هملت هذا الحوض هذا حيت عندي بزاف ديال الاشغال، ودابا قلت الله حيد شي فين يجي شي. وتا هاد الاعشاب الضاره اللي كنحيدو راه فيهم بزاف ديال الفوائد للدجاج. راه ما نقولش لكم الا حيدتيهم ما ترميهمش وعندك الدجاج، اعطيهم للدجاج. راه تيحماق عليهم الدجاج، شي حاجه سميتها الربيع تيحماق عليها. هذا الربيع راه فيه بزاف ديال كاين بعض المرات تيكون الشعير تما، تيكون بزاف تتكون الرجله، تيكونوا بزاف ديال الانواع ديال الربيع. وما نقولش لكم هذا الربيع هذا اش كيدير ليه الدجاج ديالنا. هانتوما تشوفوا غندخلوا للدجاج وغتشوفوا كيفاش غيدير ليه. هانتوما من بعد ما جبتوا للدجاج راه ما نقولش لكم تبارك الله اش كيدير ليه. الربيع عادي ما عندكش في سميتو في الدار او في الحديقه ديالك، تخرج لاي بلاصه، اي بلاصه في شي جرده او في الطريق، جنب الطريق راه كيكون موجود. هذا الربيع هذا جيبوا للدجاج، راه صالح للدجاج. اصلا الربيع تيبغي ياكل الدجاج. عرفتي انا ملي كنت مخرج الدجاج راه ما كان مخلي ليا حتى حاجه. تصور كيرد ليا الارض زحره، لا ربيع لا نعناع كلشي كياكلو. نتوما لا يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. هاد الفلوس واحد الفلوس فين ما كنمشي كنطلع عليه سبحان الله كيعرفني كيجي لعندي هو غيخرج كنحط ليه حتى هو شويه ديال الربيع. سبحان الله العظيم، تا الحيوان كتهلا فيه كيجي عندك. هانتوما سبحان الله العظيم كيجي لعندي كيبقى ماشي طير ما والو. انا بغيت نولفو مع الدجاج، كنبغي نخرجو مره نخرجو للدجاج يولفو معاه حيت راه هو تينقبوه ودابا خصو يدير بلاصتو. هانتوما الدجاجات ديالنا اللهم زد وبارك. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد للزراعه والدواجن. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تباركوا على الجرس، واللي بغى يستفسر شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هانتوما خليط السلالات هادو الدجاج البياض، هذا الدجاج البياض. واللي بغى شي حاجه شي سلاله مرحبا والف مرحبا. تهلاو ليا في راسكم.